نهائي دراماتيكي بمعنى الكلمة. نهائي لو أجدع سيناريست ولا أجدع مخرج ممكن يكتب سيناريو بالمنظر ده مستحيل يطلع بالطريقة دي. نهائي خيالي. السنغال للتاريخ، أسود الترنجة بيسطروا التاريخ بشكل لا يمكن وصفه. النهارده أسود الترنجة عملوا مباراة نهائية حرفيا للتاريخ، بتلعب امام المنتخب المغربي، المنتخب طبعا المدجج بالنجوم. ومنتخب المغرب احنا بنتكلم على منتخب الفترات الاخيره كلها من افضل منتخبات القاره، وشوف عمل ايه في كاس العالم. واحنا بنتكلم على منتخب تقيل جدا، بنتكلم بقى على منتخب تقيل جدا على ارض وسط جمهوره، جمهور شرس جدا الجمهور المغربي. واسود الترنجة السنغال يقدموا ملحمه النهارده رغم علامات استفهام كبيره جدا على حكم اللقاء اللي كان هيبوظ الامور في اخر دقيقه، والامور اتكهربت وكان ممكن يحصل انسحاب ومشهد لا يليق بنهائي بمحفل كبير زي كاس الامم الافريقيه، لكنه يليق بمستوى الحكام في هذه القاره، قاره افريقيا، القاره الوضيعه اللي فيها مشاكل كبيره جدا على مستوى التحكيم. منتخب المغرب يخسر اللقب على ارضه ووسط جمهوره، هزيمه تكون مريره على لعيبه وجماهير والجهاز الفني للمنتخب المغربي. انت بتتكلم كان عندهم طموح يحققوا اللقب الثاني لهم في تاريخهم بعد كام سنه، انت بتتكلم تقريبا من 67 ولا من كام، من سنين كتيره قوي. المغرب اصلا اول لقب حققه هو اللقب الوحيد، كان اللعيبه الموجوده النهارده في منتخب المغربي ما كانوش اتولدوا اصلا. فكان عندهم حلم، وكان في حمل زيادة عليهم ان هم يحققوا حلم صعب، عقدة طاردت المنتخب المغربي على مدار السنين اللي فاتت. ما قدروش يحققوا كاس الامم غير مرة وحيدة من زمن الزمن. كان النهاردة عندهم حلم كبير، لكن الحلم تبخر امام اسود الترنجة منتخب السنغال، المنتخب المحترم جدا جدا جدا. تحية كبيرة لمنتخب السنغال، عمل مباراة خيالية. هنتكلم عن المباراة اكيد بالتفصيل يا صديقي العزيز، بس في البداية طالما وصل لك الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك اول جديدنا اول باول. ولو انت مشترك في القناة اللايك الكومنت الشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس والحلقة توصل لأكبر عدد من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى عن المباراة. منتخب المغرب كان النهاردة بيلاعب منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية. منتخب السنغال قدر يفوز بهدف مقابل لا شيء بعد مباراة ماراثونية، مباراة كبيرة جدا من منتخب السنغال على مستوى الروح والقلب والأداء والكرة الجميلة، الاستحواذ، الخلق الفرص. منتخب السنغالي هو كان له اليد العليا في المباراة، كان هو اللي مسيطر على مجريات الأمور، هو اللي متحكم في رتم المباراة، هو الأخطر، هو اللي ضيع فرص كتير. من وجهة نظري إن منتخب السنغال فاز بهدف نظيف مع الرأفة. كانت المباراة ممكن تنتهي بأكتر من كده بكتير، لكن ياسين بونو كان له رأي آخر. ياسين بونو هو سور المغرب المنيع، قدر يمنع المغرب او يمنع السنغال ان هي تتقدم على المغرب اكتر من مره، وكان ممكن النتيجه تروح لاكتر من واحد بكتير. المنتخب المغربي قدم مباراه من وجهه نظري كانت سيئه جدا على المستوى الفني والخططي، على المستوى الاداره الفنيه للسيد وليد الركراكي قدم مباراه صعبه جدا. على مستوى التغييرات اتاخر بشكل كبير جدا في اجراء التغييرات. بتتكلم على حتى التأخير في لعيبة كانت مستواها مش أفضل حاجة في الملعب، كان اتأخر عليها بشكل كبير زي إسماعيل السيباري. بتتكلم على نائل العيناوي لما اتصاب المفروض كان يطلع، تحس ان هو بعد الإصابة دي فقد تركيزه بشكل كبير وأخطأ في كرة الهدف خطأ كارثي أدى ان البطولة تضيع، رغم ان نائل العيناوي عمل مباراة كبيرة قبل الإصابة وعمل بطولة كبيرة في العموم. المغرب مجريات الشوط الأول
كامل كان ما كانش موجود. كان مع السنغال السيطرة والأداء والاستحواذ والخطورة والمتعة كلها كانت موجودة في رجل المنتخب السنغالي. المنتخب المغربي كان بيعاني بشكل كبير جدا قدام منتخب السنغال في فكره ان انا هنزل تحت. كان بيتضغط بشكل كبير لما كان بينزل لو بلوك، بينزل تحت خالص، بلوك تحت الكوره بعيد جدا على خط ال 18 او ال 6 يارده جوه ال 18. اتضغط بشكل كبير. منتخب السنغال بدا يخش عليه بكل العناصر والباكات والاثنين نص ملعب، وكان بيقلب الطريقه وبيهاجم منتخب السنغالي الثلاثي في الورا والفريق كله قدام. شكل خطوره منتخب المغرب مع وليد الركراكي، حس ان هو في خطر، قرر ان هو يطلع يعمل ضغط عالي هاي بلوك ويطلع لقدام عشان يضغط من قدام، يعمل ضغط عالي. المنتخب السنغالي خرج بالكوره اكتر من مره بشكل ممتاز، وراح بكوره خطره جدا في الشوط الاول. الكوره اللي اتحطت انفراد للمنتخب السنغالي وشالها ياسين بونو بشكل صعب جدا. انفراد اللي نزل بونو عمل الحركه اللي بيعملها بتاعت نوير او تيبو كورتوا وشالها بطراطيف رجله بشكل صعب جدا، كانت فرصه هدف. فمنتخب المغرب ما كانش قادر او ما كانش عارف يلعب المنتخب السنغالي ازاي. عانى بشكل كبير. انزل تحت بضغط، هطلع لقدام، منتخب السنغال بيطلع عليا بالكوره وبيشكل خطوره. الشوط الاول كان يعتبر كان العدل بتاعه ان 2-0 للمنتخب السنغالي. الانفراد اللي كنت لسه بكلمك عليه يا صديقي اللي شاله ياسين بونو، وكره الركله الركنيه اللي اتعملت برده واتحطت بالهيدر وشالها ياسين بونو برده بشكل صعب جدا. كان شوط اول سيطره، استحواذ، اداء، خلق فرص، كل حاجه وان سايد جيم لمنتخب السنغال. الشوط الثاني المنتخب المغربي حاول يتطور، بدا قرر وليد الركراكي لا هو هيلعب لو بلوك ولا هو هيلعب هاي بلوك ضغط عالي، قرر يلعب ميديم بلوك، يقف في قلب الملعب ويبدا يتحرك لاعب يبدا يواجه لعيبه السنغال بلاعب ورا لاعب بعمليه تحريك زي الشطرنج. قدر يقلل شويه من خطوره منتخب السنغال، لكن الاستحواذ ظل مع منتخب السنغال. منتخب المغرب بدا يلعب على ان هو لما يكون البلوك بقى قريب من نص الملعب فيقطع الكره، يعمل تحولات، يكون اقرب لمرمى السنغال. وبالفعل قطع كره من ابراهيم دياز اللي راحت للنصيري، والنصيري راح وسدد واتردد وراحت للمزراوي وعملها ارطوب بشكل روعه، بس حكت في العارضه وطلعت، لم يوفقوا في تسجيل الهدف. بتتكلم على الكره اللي حطها بلال الخنوسي اللي حطها برضو قبل ما يطلع ايوب الكعبي، وايوب الكعبي مشط رجله فتح قوي فيها، كانت فرصه هدف خطر جدا. كان ممكن لحد اللحظه دي الامور تمشي تتعادل الكفه، بنقول في خلق الفرص يبقى 2-2. المنتخب المغربي ضيع فرص في الشوط الثاني خطيره جدا، لحد طبعا ما الامور بدات توصل للحظات الاخيره المجنونه الدراماتيكيه. خيال علمي حصل في اخر دقائق. منتخب السنغال يسجل هدف صحيح 100% من وجهه نظري، كره هدف ما فيهاش كلام. الحكم صفر من قبل الكره اصلا ما تروح يعني تترد وتروح للاعب الثاني، صفر على طول. وهنا الفار ما بصش عليها والحكم قرر يلعب من قبل ما نشوف اي حاجه. كان انا من وجهه نظري ان المنتخب السنغالي اتظلم في كره الهدف. كانت كره هدف صحيحه 100%، اتفرجت عليها كتير جدا عشان اتاكد بالفعل هدف صحيح للمنتخب السنغالي. من ثم الدراما تزيد. ركله جزاء للمغرب هي ضربه جزاء حقيقيه 100%، لكن الفكره كلها الجدل حصل بسبب كره الهدف اللي قبلها. فالمنتخب السنغالي اعترف بشده وطلع وعمل ازمه كبيره في نهائي متشاف على مستوى العالم، نهائي كبير، حدث كبير. وبعد كده قرروا ان هم يرجعوا تاني بقياده ساديو ماني الراجل العظيم، العقليه الكبيره جدا، وجاب اللعيبه وبدا هو ومندي ان هم يشتغلوا على اعصاب ابراهيم دياز، وبداوا يوتروا فيه ويقربوا ويرجعوا. فضلوا يوتروا في ابراهيم دياز ونجحوا في المخطط اللي هم عملوه، وقدر ابراهيم دياز قدر مندي ان هو يتصدى الكوره بعد توتر ابراهيم دياز اللي شاطها بشكل سيء جدا. ومن بعد اللحظه دي تاكدت 100% ان منتخب السنغال هيكسب، وانا كنت قاعد مستني الهدف اللي السنغال هيجيبه. هو السيناريو بتاع كره القدم بيقول كده، ضربه جزاء في الوقت ده هتضيع، يبقى منتخب المنافس او الفريق المنافس هيسجل على طول ويكسب.
وبالفعل دخلنا الاشواط اضافيه. المنتخب السنغالي عمل شويه بقى ملحمه، شويه يعني شوطين ملحمه، والشوطين الاضافيين بصراحه كان فيهم رتم عالي قوي وروح وفرص، والموضوع كان بشكل جنوني. الشوط بدا السنغال بدا يخش في الجيم تاني، خدوا مرحله شحن، بداوا يغلوا زي ما بنقول كده بلغه الكوره، ان هم احنا بقى هنوريكم وهنعرف ناخد حقنا طالما هي ماشيه كده. والموضوع الضجه اللي حصلت جت بعامل ايجابي للمنتخب السنغالي، ان هم اتشحنوا. ساديو ماني بدا يشد من ازرهم، راحوا بداوا بكره الجون الاول، الجون الوحيد اللي حطها اللي غلط فيها الاول نائل العيناوي بشكل صعب جدا، وحطها بابي ادريسا جايه حطها بشكل مميز قوي لبابي جايه. وهنا اللوم على بعد نائل العيناوي على اشرف حكيمي، المفروض كان بيجري قدامه بابي جايه قبل ما يسدد اكتر من مره. المفروض لو كان شد وعمل فاول كان ريح نفسه اشرف حكيمي، لكن حكيمي ساب بابي جايه، وبعد كده الراجل شمر وحط دانا في سقف العارضه في الزاويه اللي بيسكن فيها الشيطان. جون خيالي، جون جامد جدا بصراحه لمنتخب السنغالي عن طريق اللاعب رقم 26 بابي جايه، اللي في الشوط الثاني سدد برضه واحده قنبله دانا ياسين بونو صدها بشكل صعب جدا. المنتخب المغربي بدا يهاجم الكل في الكل، وليد الركراكي بدا ينزل كل الفريق اغلبه هجوميين، ساب مساحات. منتخب السنغالي بدا يروح بالتحولات، بالتحديد في الربع ساعه الثانيه الشوط الثاني من الوقت الاضافي منتخب السنغال وياسين بونو كالعاده شال هدفين محققين تماما. كان منتخب المغربي ممكن الامور تفلت والسكور يوسع اكتر من كده، لكن ياسين بونو قدر يحافظ على ان يكون 1-0 لاخر لحظه. ونيجي على اخر 3 دقائق الوقت الضايع، منتخب السنغال بيقدم درس نموذج في ازاي ان انت ما تضغطش في اخر 3 دقائق لما تكون بتلاعب فريق او بتلاعب منتخب على ارضه وسط جمهوره وشحن وضغط وصفافير والموضوع صعب. ازاي ان انت ما تنامش جوه ال 18؟ طلعوا كلهم لقدام وبداوا ياخدوا الكوره عند رميه التماس ويستحوذوا على الكوره، وبالمعنى اللي ممكن نقوله او الوصف الادق ان احنا نقدر نقوله لو راجل تعال خد مني الكوره. وبداوا يضيعوا اوت تتلعب ياخدوا منها اوت لحد ما ضيعوا ال3 دقائق تماما، منعوا المنتخب المغربي من ان هو يشوف الكوره. منتخب المغربي المرحله دي او الفتره اللي منتخب السنغال قرر يعمل فيها السيناريو ده لعب اكتر على اعصاب منتخب المغرب. منتخب المغرب بقى الكوره تجيله، اللعيبه تقرر تشتت الكوره، تقلش منه، تطلع اوت. حسوا ان منتخب السنغال قال لهم من الاخر انا نهيت الموضوع، انا نفسيا بقول لك ان انا كسبت وهفضل هنا ومش هطلع من هنا. بصراحه منتخب السنغال شابوه، عمل مباراه عظيمه قوي، منتخب جامد قوي يا جماعه، على مستوى الكوره، على مستوى التحرك، على المستوى البدني، على مستوى تحس ان هم النهارده طول المباراه بيلعبوا زياده لاعب على منتخب السنغال، زياده لاعب على منتخب المغرب، زياده لاعب ايه ده، تحس ان هم زياده لاعب واثنين بيلاقوا بعض بشكل مميز، وكره سهله وجميله، وبيطلعوا بالكوره عادي جدا. لو هتضغط عليه، لو هتسيبه، لو انت مش هتضغط وتنام عندهم عادي جدا. طب تعالى نضغطك ونخلق فرص وعرضيات وتحركات بين الخطوط. لا بصراحه منتخب السنغال منتخب عظيم، منتخب استحق اللقب عن جداره واستحقاق، قدم مباراه كبيره تفوز على منتخب المغرب. المنتخب اللي طبعا كلنا عارفين ان هو منتخب قوي جدا على ارض وسط جمهوره. اذا شابوه لمنتخب السنغال، يستحق البطوله عن جداره واستحقاق، قدم مباراه خياليه النهارده كانت كفيله او كانت عن تديله اللقب عن جداره واستحقاق. هارد لك للمنتخب المغربي الشقيق، كنا نتمنى التوفيق ليهم. عملوا بطوله كانت كويسه، مع تدرج الماتشات كانوا بالمستوى بدا يعلى لحد ما واجهوا النهارده ليفل الوحش المنتخب السنغالي. حظهم سيء لمنتخب السنغال، منتخب فعلا تقيل قوي على المستوى الفني والمهاري والبدني والخططي، منتخب كبير جدا. مبروك للمنتخب السنغالي، هارد لك للمنتخب المغربي. انتهاء كاس الامم الافريقيه، المحفل الكروي الافريقي المفروض الكبير، بمشهد في الاخر كان عليه مليون علامه استفهام بسبب التحكيم الافريقي السيء جدا. يا صديقي العزيز، ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده ما بعد مباراه المغرب والسنغال نهائي كاس الامم الافريقيه.
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، يستحقوا بكل أمانة، ولازم نقول كلمة الحق طالما يستحقوا نقول يستحقوا، لأن الكورة ما فيهاش يعني ما فيهاش مجاملات، كل حاجة بتبقى واضحة في الكورة. منتخب السنغال واضح جدا إن هو الأحق. طالما وصل لك الفيديو يا صديقي العزيز، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك جديد اول باول. لو انت مشترك في القناه، لايك كومنت شير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطار. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.